في حد ساب حركة طرد. أنا؟ حد ساب حركة طرد. ليه أنا؟ أيوة. متشكر. النسخة التانية من الفيديو ده زمانها دلوقتي وصلت للبنى في البيت. على الله بس ما تقعش في ايد كريم. تعبني قوي الفيديو ده. مش سهل خالص تقنع واحد ضميره ميت ان هو يخش اوضه في اوتيل عشان يزرع كاميرا وبعد كده يخش تاني عشان يشيل الكاميرا. طبعا ده غير شغل المونتاج عشان نشيل الحاجات اللي ملهاش لازمه والهري ونركز بقى في الاكشن واللحظات المثيره الحلوه. بس دي شغلانتي وانا بعرف اعملها من زمان قوي وبعملها كويس. عايزك بقى ايه تتمزج وانت بتتفرج على الفيديو ده، وبعد ما تتفرج عليه وتتبسط عايزك تكلمني عشان نشوف هنعمل ايه في المصيبه دي. جيت. امال اجيبك ازاي؟ ما انا كلمتك ما ردتش، وبعدين التليفون اتقفل. رحت لك المستشفى عند حماك قالوا لي ان انت ما بتروحش. هو احنا مش في بينا اتفاق وانا مستنيه رد؟ ما كانش اتفاق، ده عرض انت عرضتيه عليا والمفروض افكر فيه اذا كنت اقبله او ما اقبلوش. وبعدين انت قلت لي معاك وقت لحد ميعاد الجلسه، والجلسه فاضل لها 3 ايام. يعني انت لسه بتفكر؟ امال رحت لشاكر المحامي ليه؟ بطنك كبرت يا بنت عمي. فاطمه، انت بتعمل ايه؟ فاطمه تعالي يا فاطمه. ده حنان بنت عمي. انا حكيت لك ان انا اتقدمت لها وهي رفضتني زمان. حنان زي بقيه اخواتها عاوزاني اتنازل عن القضيه، بس هي بقى عملت اوسخ من اللي عمله اخواتها. جات لي تبيع لي نفسها واتطلقت من جوزها، وجات لي العيل ابو رياله اللي هو انا وقالت لي يلا يا قاد احنا ممكن نتجوز دلوقتي بس بشرط
ان انت تتنازل عن القضيه. طب جوزك اللي انت بتحبيه، ابو ابنك او بنتك اللي في بطنك، بعتيهم عشان شويه فلوس انت هتاخديهم. انا بقى هتعملي فيا ايه وانت اصلا ما بتحبنيش؟ كفايه يا ايهاب. انت سالتيني اذا كنت بحبها ولا لا. ايوه كنت بحبها وبحبها جدا كمان. وسالتيني اذا كان رفضها ليا وجعني. ايوه وجعني طول السنين اللي فاتت دي كلها. انا اتجوزتك يا فاطمه عشان انساها. انا كنت بستغلك لما كنت بنام جنبك، كنت بفكر فيها وبحلم بيها، كنت بدور على اخبارها، عايز اشوف انها نزلت صور جديده عشان اعرف شكلها بقى عامل ازاي. كنت بقول لك جمله حلوه يا فاطمه، كنت بقولها وانا مغمض عيني عشان شايفها هي قدامي. الشيطان وهمني ان انا ما حبيتش حد غيرها. كل ده راح وانتهى. فضل مكانه القرف. اول ما جيتيني اديتيني الشهيده. الشيك بتاعك يا بنت عمي. أنا بحب مراتي، بحبها بجد. بشكرك إن أنت خليتيني أعرف الحقيقة دي، وخليتيني كمان أتأكد إن أنا مش بياع زيك. مش بياع. أنا بحب العيلة دي وهفضل أحب العيلة دي. مش هبيع، سامعة؟ مش هبيع.